بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكوا أكلة بتقلب ريحة البيت عندنا كله بيشمها من جمالها. هعمل معاكوا دكر بط وجنبيه كده قلقاس وشوية رز بشعرية. هحضر دلوقتي الشوربة بتاعت البط. نزلت ب3 بصلات ومرقة فورية وبهارات، وهنزل كمان بحبهان وورق لورا زي ما انتوا شايفين قدامكم، وجوزة الطيبة حبة صغيرة متكتروش منها، بتدي نكهة كده في طعم الفراخ او البط او الحمام او اي حاجة انتوا بتسلقوها. اكلة زي العسل، امشوا بالخطوات اللي انا اقولكوا عليها هتطلع معاكم مظبوطة وهتعجب كل اللي هيعملها. حطيت شوية فلفل اسمر، طبعا زي ما احنا عارفين فلفل اسمر بيمنع الزفارة. طبعا تكوني غاسلة دكر البط كويس جدا جدا، انا غاسلاه بدقيق وخل وحاطه ليمون ومظبطاه على الاخر. طبعا بعد ما نضفته عملته على النار زي ما انتوا شايفينه. لو في اي حاجة بعملها كده بالشعل على النار بشيطها، لو حتت انا مش عارفة اعملها، ومن جوه زي القشطة زي ما انتوا شايفين منضفاه كامل. المية بس تبدأ ان هي تغلي معايا وهبدأ انزل بدكر البط. والله عايزين تشوحوه الاول مفيش اي مشكلة، اي طريقة شغالة، بس يا جماعة انا لا بحط قوطة ولا بحط جزر. ليه؟ عشان ادوق طعم الشوربة، طعم الحاجة اللي انا عاملاها، لان من الطبيعي الجزر والطماطم هتغير لك من طعم الفراخ ولا البط او ايا كان الحاجة اللي انت بتسلقيها. دايما لا تحطي جزر ولا تحطي طماطم، خليها كده بطبيعتها عشان تشربي شوربة على حق. دلوقتي المية غليت معايا ونزلت بدكر البط العسل ده، وطلع طعمه مسكر وجميل ما شاء الله. دلوقتي هعمل شوية رز بشعرية، نزلت بمعلقتين سمنة عليهم شوية زيت ذرة، وهبدأ بقى ان انا اشوح الشعرية. ما تخليهاش محروقة، خليها كده مستكاوي كده فاتحة شوية، علشان ما تخليهاش مع الرز تبقى كده غامقة، اللون غامق بتاع الشعرية، لا لون الشعرية يبقى فاتح كده وشكله حلو، لان طبعا كلنا عارفين العين بتاكل قبل البق. هنبدأ بقى ان احنا نحمرها لحد ما نخلي كده لونها ذهبي فاتح. طبعا الأكلة دي عندنا يعني أكننا كلنا خروف بحاله. أكلة القلقاس مع البط دي عندنا جميلة جميلة جميلة، كلنا بنحبها في قلب البيت. جربوها بالطريقة دي وبالخطوات اللي أنا هقولكوا عليها بالظبط، وهتطلع معاكوا زي العسل. والقلقاس مظبوط، لا حط افتكاسات ولا حط إضافات تضيع لي طعم القلقاس، ولا ليمون ولا الحاجات اللي الواحد بيشوفها. احنا طلعنا على طريقة امهاتنا وستاتنا ولا جداتنا زي ما بتقولوا بقى، اللي انتوا عايزين قولوا. دلوقتي انا طبعا نزلت بالرز، افضلي قلبيه كده كله الشعرية مع الرز، ونزلت بمرقة فورية، وهنزل بشوية ملح ابيض. افضلي كده قلبيه عشان يطلع معاكي مفلفل كده وزي العسل. يعني مش تنزلي بالرز وبالمية وراها على طول، لا افضلي كده قلبيه كده كام تقليبة، وبعد كده انزلي مية سخنة، من نجاح الرز مية سخنة وهيخلص معاكي على طول. انا مجرد ما بحط المية بعمل ما بفضلش ان انا فاتحة النار عليها، لا بوطي النار على شعلة هادية، على اقل شعل على النار. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا انزل بالمية، مكتروش المية عشان الرز ما يعجنش معاكو، ما تقللوش المية عشان الرز ما يكونش ناشف معاكو. خلوا ال المية مظبوطة، يعني كل ده في ايديكو.
خلاص انا دلوقتي حطيت ووطيت عليها. الرز طالع معايا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، مفلفل وزي العسل. وطبعا مش قادرة اقول لكم على ريحته. عايريه حبة معلقتين سمنة بلدي او معلقة سمنة بلدي مع زيت ذرة او اي نوع زيت انتوا بتحبوه، زيت تموين مفيش اي مشكلة. بس طبعا كلنا عارفين الزيت الذرة بيدي نكهة كده ايه حلوة قوي قوي للرز. خلاص كده الرز خلص معايا، وقلبيه كده من فوق لتحتيه بعد ما قرب ما يستوي او هو خلاص استوى، عشان تضمني ان مفيش حاجة ايه ما استوتش، كله يتقلب مع بعض. بصوا شكله كده، لون الشعرية فاتحة ذهبي فاتح جميلة، مش لونها غامق ويغمق لي حباية الرز، بدل ما تكون لونها بيضة لا تكون لونها مصفرة. لا، خليكي ناصحة واعمليه كده ايه على الهادي. البطة قدامكم اهي بتغلي مع نفسها. ده يا جماعة والقاس احنا مفرزينه في الفريزر، هنزل لكم بأمر الله في فيديو طريقة التفريز كامل. بصوا لون القلقاس ابيض قدامي زي الشمع ازاي. هوريلكوا برضو طريقة التفريز بتاعتها، وطريقة تفريز السلق اللي احنا بنعمله ونشيله. دي مية سلق طبعا اللي احنا بنعملها في الخلاط كله مع بعضه. احنا بنحط ايه؟ بنحط السلق وبنحط شبت وكزبرة وبقدونس وفلفل اخضر حامي محترم، وكله اضرب اضرب في قلب الخلاط مع حبة مية. كله هوريلكوا الطريقة بأمر الله في فيديو تاني غير الفيديو ده. هتجربوا الطريقة وانا واثقة 100% ان انتوا هتدعولنا. طبعا انا نزلت بالمية بتاعت السلق اللي انا شايلاها، ونزلت بالقلقاس. الخضرة بقى اللي انا قلتلكوا عليها دي انا شايلاها في كيس تاني، دي اللي هاخدها تحميرة في الاخر. والبطاية قدامكم طلعت زي العسل، لا مهرية ولا اي حاجة. يعني عينك توريكي ان انتي ايه ما تطلعهاش مهرية او ما تطلعهاش نية، لا تطلع مظبوطة معاكي. ودلوقتي ده السلق بالخضرة، مش المية اللي انا صفيتها قدامكم من شوية. دي بعملها في سمنة وفي زيت، وبشيلها في قلب الديب فريزر، وبطلع مرة تانية اعملها بنفس الوضع. كل ما تحمريها كل ما تديها لون، كل ما تبقى معاكي طلعة جميلة جدا ولونها حلو في قلب السلق. دلوقتي انا حطيت اللهم صل على النبي الخضرة، وحطيت معاها حطي ممكن تحطي اللهم صل على النبي اسمها ايه تايهة عن دماغي، معلقتين ليا اللي انتي بتسيحيها ايا كان المادة الدهنية. وطبعا نزلت بالكزبرة والثوم وكله هقلبه في قلب بعضه. وحطيت شوية زيت ذرة علشان حسيت ان هي شربت السمنة. انا مش عايزة اكتر لا زيت ولا ذرة لا سمنة ولا زيت، عايزاها معتدلة عشان ما اشربش قلقاس بزيت او سمنة. لا، عايزة طعم القلقاس يكون فيه السمنة والزيت خفيفة. طلع معايا اللهم صل على النبي مش قادرة اقول لكم اخضر وجميل. والبطاية اهي اتعملت معايا، حطيتها في الشواية شوية، والقلقاس اخضر زي العسل. كل ما تزودي في تقليبتك للخضرة مع السمنة والزيت كل ما يطلع معاكي زي العسل. والبطاية اهي خدت وش كده في الشواية، والرز قدامكم فلفل وزي العسل، لا معجن ولا ناشف. والحباية طالعة بحبايتها ولونها بيضة زي الشمع. والبطاية اهي وشايفين لونه القلقاس زيتي جامق ازاي. بصوا حتى الخضرة فيه واضحة وباينة ازاي. ان شاء الله بإذن الله زي ما وعدتكم في فيديو تاني
هنزل لكم طريقة التفريز بتاعة القلقاس كاملة والسلق كامل بإذن الله. متنسونوش في دعواتكم بس، وشكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة.